السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. سامحوني طبعا ان انا باخر عليكم في الفيديوهات يعني، لاني الظروف عندي بس مش سامحة ان انا اعمل فيديوهات، يعني نظرا لقلة التفاعل، وان انا بمنتج وبتعب وفي الاخر ما بلاقيش اي نتيجة. المهم نخش في الموضوع على طول. النهارده نعمل فراخ الشيش الحلوة دي اللي انتوا شفتوها كده في الاول. بس المهم اهم حاجه في الفراخ ان احنا لما نجيب الفراخ ونقطعها نحطها في محلول النقع. حطيت عليها طبعا ميه وليمون كويس، عصرت ليمون وحطيت القشر بتاعه اهو زي ما انتم شايفين. حطيت عودين قرفه، حطيت ورق لورا، حطيت رشه جنزبيل. الحاجات دي كلها بتشيل الزفاره من الفراخ. بسيبها في محلول النقع ده لمده ساعه ساعتين على حسب يعني. تمام. وبعد كده أبدأ أحط الخلطة بتاعتي. الخلطة بتبقى سهلة جدا، فلفل وبصل وطماطم، حاجات بسيطة هتجيبها كلها تحطها في الخلاط. اهو انا بخلط، حطيت الطماطم الاول قطعتها، ودلوقتي بقطع الفلفل. طبعا لو فلفل حامي على حسب ما انت عايزة، حامي او بارد ده حاجة ترجع لك طبعا. هي المكونات بسيطة وبس، أهم حاجة محلول النقع بتاع الفراخ قبل ما تعمليها، بجد هيفرق جدا. تاني حاجة الفراخ الشيش بتقطعيها 12 قطعة، يعني تقطعي الفرخة 12 قطعة. أنا كنت والله محضرة المقطع ده بس لقيته ضاع مني، مش عارفة اتمسح ولا ما سجلتوش وأنا مش واخدة بالي. اتضايقت جدا لأني كنت مقطعة الفرخة وجايبة الفرخة وأنا بقطعها 12 قطعة. فانت تقطعي الفرخه 12 قطعه، وبعد كده تحطي المكونات دي في الخلاط في الكبه. اللي هو زي ما قلت لك بتبقى بصلتين وطماطم وفلفل، وطبعا تعصري ليمون، كتري كده ليمون شويه. الليمون حلو قوي للفراخ. بصوا طلعت الخلطه دي عامله ازاي. بعد كده ابدا احط التوابل بتاعتي. دي تتبيله فراخ كده انا بجيبها دايما بتبل بيها الفراخ، طعمها تحفه تحفه، ومجرباها بصراحه يعني. فانا بجيبها كده وبحطها، بتدي تست عالي معايا شويه للفراخ، يعني تحسسك كده بتشم ريحه الفراخ كانها مشويه. فالفراخ بتبقى مشويه بس دي بتدي التست بتاع ان الفراخ مشويه. هنا حطيت التوابل بقى وحطيت الملح، زودت الملح وزودت التوابل بقى واي توابل عندك موجوده. تمام. هنا توابل كده مشكله، وتوابل بهارات فراخ وكاري وحاجات زي كده. انت هتحطي بقى التوابل بتاعتك اللي انت حابه تحطيها كلها، بس اللي انا ضفته قدامك دلوقتي ده كانت بهارات في الفراخ والبهارات اللي هي بتاعت الشوي برضو. هنا خلاص الفراخ بتاعتي بقى، بصوا انا مقطعه قطع ازاي اهي، 12 قطعه، قطع صغيره. وسامحوني على المقطع اللي ضاع مني ده، معلش. هنا خلاص صفيتها وخلاص وبقت بصوا قشطه بيضه زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. هحط الخلطه بتاعتي دي عليها، وتبدأي بقى ايه يعني تحطي الخلطة في كل حتة في الفرخ، تغرسي كده جوه اللحم كده بالسكينة، تفتحي. انا طبعا كنت مفتحاها بالسكينة برضو، وغرست فيها كل الخلطة دي بحيث تشرب من الخلطة كلها. والفراخ برضو الشيش دي عشان قطع صغيرة فبتشرب التتبيلة بسرعة، وبتلاقيها خدت الطعم كده حلو قوي. ولذلك انا بحب الفراخ الشيش قوي الصغيرة دي، لان بلاقيها واخدة الطعم اكتر غير الفراخ لما تبقى كبيرة وتحطيها تشوي. بحسها مش قوي في الطعم معايا زي الفراخ الشيش. لا بحس دي احلى بكتير وتديني طعم الشوي بتاع بره بالظبط، كانك جايبه الفراخ دي من بره وشوياها بالظبط. فانت لو عملتيها والله بالتكات اللي بقولك عليها دي ومحلول النقع في الاول والكلام ده، هتلاقيك كانك الحاجه دي جايباها من بره. هنا جبت الشوايه بتاعتي وجبت الصينيه. هتقولي حاطه فيها ايه؟ بقول لكم حاطه فيها ميه، وحطيت فيها اللي هو الزعتر ناشف كده وروزماري. هو لقيتهم عندي ناشف، فانا لو لقيت فريش كنت هحط، بس ما لقيتش فحطيت الزعتر الناشف ده، بحيث الميه دي لما تغلي وتتحط جوه في الفرن بتطلع الريحه على الفراخ، فبيبقى لها ريحه حلوه كده مميزه. هنا خلاص اهي ظبطتها، بصوا ازاي على الشوايه، وحطيت الصينيه فيها ميه لان الميه دي بتغلي جوه في الفرن، فبتخلي الفراخ تستوي معاكي. طبعا تقلبيها بقى من وقت للتاني. هنا طلعتها، بصوا خرافه خرافه بجد. هنا جبت حله كده وحطيت فيها ورق الفويل، وبدات ارص الفراخ بعد ما طلعتها كده. وطبعا ما ننساش حتة الفحم بقى، فعشان كده بحطها في الحلة زي كده، واحط حتة الفحم واقفل الحلة بقى واكمرها، وتطلع بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين، يا ريت تجربوها
وشكرًا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله.